5 انواع بنات اوعى تفكر ترتبط بيهم حتى لو كانوا حلوين او مزز. واول نوع دلوع البابا بزياده. النوع ده بيبقى متدلع بزياده جدا من ابوه، ما بيعرفش يشيل مسؤوليه ولا يعرف ياخد قرار، واخد ان الحياه سهله، مع اول مشكله بيجري على بابا. وتاني نوع مزمزيل كدابه بزياده، بتكذب في اي حاجه وعمال على بطال بتكذب. هتقول لها انت فين، هتلاقيها بتكذب عليك وبتحور عليك. هتقول لها لبس الجميل بتجيبيه منين، هتقول لك من زارا من بريشكا، وهو اصلا من العتبه مول. وتالت نوع ام هرمونات مجنونه. النوع ده مش عارف هو عايز ايه، وكل شويه بحال. الصبح مبسوطه، بالليل منكده. الصبح بحبك، بالليل مش عايز اكمل معاك ومش عايز اعرفك. ورابع نوع الشكاكه بزياده. النوع ده هيعرفك في حياتك على طول، عمال على بطال بتشك فيك وبتشك في هدومك وبتفتش في موبايلك، وهتقرفك 24 ساعه. مش واثقه في نفسها وما عندهاش اي ثقه فيك، فهتقرفك طول حياتك، فابعد عنها احسن لك. وخامس نوع اللي كل يوم بتكراش على واحد شكل، هي اصلا مش عارفه هي عايزه ايه، كل يوم تعجب بده وتشوف واحد تاني تعجب بيه، تشوف واحد تاني تعجب بيه، ما تبقاش هي عارفه عايزه ايه. والنوع ده فكك منه خالص، لانه مش هيرسم معاك على بره. والخمس انواع دول لو لقيتهم في اي بنت، نصيحه مني اوعى تقرب لها ولا تحاول تكلمها حتى لو كانت حلوه. وما تنساش بقى تروق عليا بفولو ولايك هنا وعلى الانستجرام. ولو عندك اي مشكله ما تترددش تبعت لي على الانستجرام، وما تنساش تبعت لي في الكومنتات كمان وتقول لي انت قابلت انهي نوع من انواع البنات الخمسه اللي انا قلتهم دول. سلام.